مرحبا، انا علي وهذا تاني يمكن فيديو الي. هلا ما بعرف كيف بدي ادخل بجو الفيديو شوي، يعني اول مقدمه تكون حلوه وطبيعيه، يعني ما بعرف شو بدي اقول. يعني بعيك اكيد الكل شاف انه اغلب صناع المحتوى عم يتجهوا على الامارات او على دبي خصيصا. شو السبب اللي عم يخلي كل اليوتيوبريه وصناع المحتوى انه يروحوا على دبي؟ صراحه الاسباب معروفه يعني، بس انا بحب كتر حكي وبدي اعمل فيديو هيك. طب زبطونا، حرفيا دبي صارت مركز عالمي لكل صناع المحتوى من كل مكان، كل محل بالكرة الأرضية. ففي كتير يوتيوبرية عرب وصناع محتوى انتقلوا على دبي وكفوا مسيرتهم هونيك، ومنهم أبو فلة وناجي ورامي وبرهام وناس كتير انتقلوا وعاشوا بدبي وكفوا حياتهم هون. واللي ما كفى حياته هونيك بيطلع بيعيش كم شهر وبيرجع شوي على بلده وبيرجع بيعيش وهكذا. بس ليش؟ أنا هون جاي أكشف لكم الأسباب. صراحة يعني هي ما أسباب هيك أسرار وهيك، لا هي أسباب معروفة يعني وكل العالم بتعرفها، وأهمها هي الفلوس والمصاري. الامارات بشكل عام ما عندها ضريبه على دخل الافراد، يعني كل دولار اليوتيوبر او صانع المحتوى او اي شخص بيشتغل مجال الانترنت بيطلع دولار من الانترنت هو إله. بس لما بيصير يمكن الدخل عندك يمكن اكثر من مليون درهم بيصير في ضريبه بسمى ضريبه الشركات يعني وشغلات هيك. بس بظن يعني فيهم يظبطوا امورهم. فعندك من مصر والعراق والاردن عندهم ضريبه على الدخل اللي بيطلع من مجال الانترنت بشكل عام. وهي الصوره قدامكم هون بتفرجيكم قديش نسبه الضريبه اللي بتنفرض على 250 الف دولار بالعراق ومصر والاردن والامارات. طبعا هذا شيء طبيعي ومن حقهم انه يطلعوا اكبر استفاده بيقدروا عليها من وراء الفيديوهات تبعتهم. وهن بشكل عام كل دولار فيهم يطلعوه زياده فيهم يستثمروا في صناعه المحتوى تبعتهم، من كانت معدات تصوير ولا مونتاج ولا شغلات كتير اسا هلا انا ما بعرف فيها ما ادخل بالجو تبعها. كمان ما ننسى انه صناع المحتوى لما بيصيروا يطلعوا لفوق بصير فرص عمل كتير كبيره تنفتح قدامهم، من مثلا اعلانات وتسويق الكتروني، وفيهم يبلشوا يبيعوا ثياب وشغلات يعني كتير تفتح لهم مجالات لشغلات كتير اكبر. بعدين الامارات بتقول لك انا بدي ادعم صناع المحتوى، انا بدي ادعمكم. يعني مثل ما شفت بقمة المليون متابع حرفيا جابت كل صناع المحتوى بالعالم على هالايفنت، يعني وقت كان كتير اسطوري. كمان ما بننسى اكيد الانترنت السريع اللي بيوصل شيء 500 تيرا بايت بالثانية، يعني بترفع فيديو على اليوتيوب بياخذ معك 3 ثواني، بتجي لو بدك ترفعه 3 ساعات. يعني يا حبيبي بشكل عام الامارات هي افضل مكان ممكن انك تصنع محتوى فيه. مثل ما قلنا لكم فلوس، انترنت، حياة، كل شيء. كمان يعني الامارات تعد من اكثر البلدان امانا بالعالم. يعني ليش مثلا معلم تكون سارق شيء بالسياره انت بامان الله سرقت شيء وهربت، ما بتلاقي غير لامبورجيني وفيراري وهدول اجوا من وراك ما بتلحق. يعني قبل ما بدك ترتكب الجريمه بيكون كبشوك. بس بالمقابل يعني بدنا نكب كل شيء على جنب، نمسك كل شيء هيك ونكبه على جنب ونحط انه الاسعار بدبي يعني شيء نار، ان كانت مواصلات ان كانت اكل شرب بشكل عام. يعني انت حرفيا بتعطيك شيء وبتاخد شيء، بس الشيء اللي بتعطيك اياه شيء اسطوري بمقابل الشيء عم تاخده شيء يعني شيء بدك تقول متوسط. يعني عرفت كيف؟ هلا انا ماني عايش بدبي ولا طالع على الامارات ولا مره غير بالمطارات يعني، بس يعني من المطار مبين الدولة كيف رح تكون. طبعا هسه في كثير شغلات اسطوريه بالامارات يعني، بس نحن عم نقول ليش صناع المحتوى بيروحوا على الامارات، بيروحوا يعيشوا بالامارات. وبتعرف يعني حتى انا بس يصير عندي على 100,000 طالع على الامارات. وبس هيك بكون خلص الفيديو. اذا عجبك ما تنسى تضرب 500 مليون لايك وباي.